يسعد لي صباحكن وكل أوقاتكن يا رب. كيفكن؟ طمنوني عنكن، شو أخباركن؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير وين ما كنتوا. اشتقت لكم كثير وحبيت اليوم شارككن وصفتي السحرية والصحية والسريعة للآيس كريم. يا رب تنال إعجابكن وتحبوها. لهالوصفة بنحتاج مكونين بس، بهالمكونين تحصلي على أنعش وأطيب بوظة بأسرع وقت ممكن. كل اللي محتاجينه هو فاكهة مجمدة أي نوع عندك مع شوية حليب، أو فاكهة مجمدة أي نوع وشوية كريمة خفق أو شانتيه، أو كطريقة ثالثة فاكهة مجمدة أي نوع زائد موز مجمد. صدقوني إذا جربتوها رح تذوقوا أطيب وأصح بوظة بالعالم، ورح تصير إدمانكن بالصيف وبأوقات الشوب. وهلأ خلينا نبلش. مثل ما شفتوا أنا عم قطع الفواكه لشرحات رقيقة وبدي جمدهم بالفريزر. أنا هون قطعت الكيوي والموز للتجميد، أما باقي الفواكه اللي راح استخدمها فهي فواكه مجمدة جاهزة اشتريتها من الليدل. راح نبدأ بآيس كريم المانجو أو المانجا. عندي كوب من المانجا أو 350 غرام. وعندي خيارين مثل ما قلت لكم، يا اما حليب بارد يا اما كريمة خفق. انا بالعادي بستخدم الحليب لانه دائما موجود عندي بالبراد. فلل 350 غرام من الفواكه المجمدة بدي 150 غرام حليب بارد بس. يعني لا رح اضيف سكر ولا رح اضيف عسل ولا رح اضيف اي شي، رح اكتفي بحلاوة المانجا. حطيتن وعم اخفقن بالمكسر. طبعا ملاحظة مهمين، المكسر او الخلاط اللي رح تستخدميه لازم يكون قوي وبيتحمل يخفق جليد يعني او شي مجمد. لاحظوا القوام اللي طلع معي، يعني شو احلى من هيك ايس كريم طلعوا. انا بعملها وفورا يعني فورا ناكلها، ما بنحطها بالفريزر، يعني مباشرة بعد الغداء بعملها خلال دقيقة وبوزعها بصحون وبنتحلى ومنبورد ومن أطيب وأشهى الآيس كريم اللي أكلته بحياتي. عم بحكيكن عن جد. بتحسي هيك عم تاكلي شي فريش ومنعش وصحي وطيب، وبتاكلي وانت ضميرك مرتاح، وطعمي ولادك وانت ضميرك مرتاح. هون عندي كمان 350 غرام من الفريز والكرز والتوت الأحمر، بيجوا عبارة عن خليط بكيس فواكه مجمدة. راح أضيف لهم كمان نفس الشي 150 غرام من الحليب البارد. طبعا اللي مو عامل دايت أو اللي بحب نكهة الحلاوة تكون أقوى أو واضحة أكثر، ففيكي تحطي العسل أو الحليب المكثف المحلى وتخففي من كمية الحليب. إذا بدك تحطي حليب مكثف محلى يعني بتصيري بدك تحطي بس 50 ميلي أو 50 غرام حليب ومية غرام حليب مكثف محلى. فبتحصلي على آيس كريم حلو وكريمي. أما إذا كنتي متبعة نظام صحي أو نظام دايت وما بدك تحرمي حالك من الآيس كريم بالصيف، فبنصحك بهاي الطريقة. طبعا فيكن تضيفوا لهي الكمية ملعقة عسل كبيرة إذا متوفر عندكم طبعا أو إذا بتحبوه. أنا شخصيا ما بحب طعمة العسل، وبنفس الوقت حبيت اكتفي بهالوصفة بحلاوة الفاكهة الطبيعية. شايفين ما أحلى قوامها، كريمي وناعم. شوفوا لي هاللون الطبيعي ما أحلى، سبحان الخالق. يعني بدون إضافات، بدون ملونات، وبدون سكر، ولا أروع وأسهل من هيك وصفة. أنا هون إذا لاحظتوا عم حطهم بمطبقيات صغار لحتى أحطهم بالثلاجة شوي لبين ما خلص كل الكمية. ملاحظة مهمة، هاي الآيس كريم ما بيتجمد بالفريزر، لأنه مجرد ما حطيتيه بالفريزر وجمد على الآخر فقد القوام الكريمي، لأنه الفواكه فيها نسبة مي فبيطلع فيها تكسرات الجليد. فبنصحكن انه تعملوها مباشرة وتاكلوها، ما تحطوها بالفريزر. هون عم استخدم 350 غرام من التوت الأزرق، وعم ضيف لها هالمرة كريمة خفق 200 غرام. كمان الكريمة باردة. فبدي اخفقهم مع بعضهم لحتى ينعم الخليط ويصير قوامه كريمي. راح ارجع اكد هون على نوعية المكسر اللي عم تستخدميه، انه يكون قوي وبيتحمل انه يخلط الجليد او الاشياء المجمدة.
شوفوا لي هاللون ما أجمله، شوفوا هالقوام ما أحلاه. يعني وصفي منقذي للأشخاص اللي عم يعملوا رجيم بالصيف. بتحسوا حالكم يعني مو محرومين من شي، عم تاكلوا كل شي بدكن إياه وضمير مرتاح. كمان عم حطهم بعلبي لحتى أحطهم شوي بالفريزر. بما أني عم بعمل عدة أنواع من الآيس كريم لحتى تشوفوا الطريقة. وهلأ إجا دور الكيوي اللي قطعناه سوا وجمدته. هون كمية الكيوي طبعا أقل من الكميات اللي استخدمتها لباقي الفواكه، يعني تقريبا نص الكمية هون، شي 175 لحد 200 غرام من الكيوي المجمدة. بدي ضيف لها بس 75 غرام من الحليب البارد أو الكريمة حسب متوفر عندك، وبخفقن. طبعا تركيبة الفاكهة إلى دور كبير بالنتيجة اللي رح تحصلي عليها للآيس كريم. مثلا الكيوي فيها بذور، وقوامة فيها يعني فيها كثير سائل الكيوي، فما بتطلع كريمية بحتي مثل باقي الأنواع. مثلا الموز عندك أو المانجا أو الشمام البطيخ الأصفر بيطلع قوامهم كريمي كأنك ضيفتيلن كريمة عن جد. بينما باقي المواد يعني أقل، يعني قوامة كريمي أقل هيك بهالمعنى يعني. بس طبعا كمان النتيجة أكثر من رائعة. هون جينا لملك الفواكه بالآيس كريم واللي هو الموز. الموز فيكي تعتمديه مع كل أنواع الفواكه لأنه هو بيعطيكي حلاوة الآيس كريم وبيعطيكي القوام الناعم والكريمي للآيس كريم. أنا هون ضفت كمان 350 غرام من الموز وضفت له هون كريمة خفق وراح أخفقهم. الموز فيكي تكتفي فيه لحاله، بتجمديه وبتخفقيه بتحصلي على آيس كريم الموز. إذا حطيتيله ملعقتين كاكاو بتحصلي على آيس كريم الشوكولا للموز طبعا عم بحكي. إذا ضفتي للموز المجمد حبة كيوي مجمدة بتحصلي على آيس كريم الكيوي، وهكذا. بضيفي له المانجو بيطلع آيس كريم المانجو أو المانجا. دراق، المشمش، الفريز، إذا ضفتيه مع الموز بتحصلي على نكهة الفريز والقوام الكريمي البحت للآيس كريم. وكمان بيطلع حلو أكثر من أي نوع ثاني بتستخدميه لأنك أنتي عم تستخدمي الموز كمكون أساسي بالآيس كريم اللي عم تصنعيه. أنا هون عملت آيس كريم الموز وراح أعمل لاحظوا ما نظفت الخلاط، ضفت باقي كمية الموز المجمد. راح أعمل آيس كريم الشوكولا. كمان راح أضيف شوية كريمة خفق. طبعا فيكي ما تحطي كريمة أبدا ولا سائل مع الموز، بس أنا خوفا على المكسر اللي عندي مشان ما يخرب أو يصير له شي فحطيت شوية كريمة. طبعا ما كثرت، مو مثل المقدار الأساسي، يعني مثلا 350 غرام موز حطيت لهم بس 100 غرام كريمة خفق. وهون ضفت ملعقتين كبار كاكاو. بنخفقهم مع بعضهم وبنستنى لحتى نحصل على القوام المطلوب. بما اني شلت كمية الموز كلها من البراد وعملت اول قسم موز لحاله، فحسيت شوي الكمية الثانية كانت فقدت شوي من التجميد تبعها، فطلع المزيج رخو اكثر من باقي الخلطات اللي عملناها سوا. بس بكل الأحوال قوامه رائع وفيكي تاكليه هيك مباشرة. طبعا انتي إذا بتعملي بالبيت رح تعملي نوع واحد أكيد، ورح يطلع معكي الآيس كريم ماسك حاله أو مجمد وجامد أكثر. بينما هون لأني عم بعمل كل الأنواع مع بعضها فأكيد رح يعني بسبب حرارة الجو رح يتغير قوام الآيس كريم. هون نتيجي بعد ساعة ونص لساعتين تقريبا من ما خلصت وحطيتهم بالثلاجة، ف يعني مسكوا حالهم أكثر. مثل ما قلت لكم هاي النوع من الآيس كريم ما بينحط بالفريزر وبينحفظ فيها لثاني يوم أو لحتى يمسك حاله على الأخير، لأنه بصير حكاية ثانية، يعني هو في نسبة مي وبصير فيه تكسرات جديد وبيفقد هاي القوام الكريمي. فكرمال هيك عم نجمد الفواكه وبعدين عم نخلطها، وإلا كنا خلطنا الفواكه بدون تجميد ورجعنا حطيناها بالثلاجة لثاني يوم، بس للأسف ساعتها بنكون عم نعمل شي ثاني ما له علاقة بالآيس كريم.
فإذا بدك تحصلي على القوام الكريمي لازم تجمدي الفواكه وتتبعي هاي الطريقة. شوفوا هالمنظر وهاللون الحلو، عن جد بيشهي غير شكل. هون عم اسكب كمان ايس كريم التوت الازرق. طبعا ما طلع كريمي مثل الفريز لانه التوت الازرق فيه قشور كثير، بس كمان بنفس الوقت طلع كثير كثير طيب. يعني عم تاكلي شي صحي، عم طعمي عيلتك وولادك شي صحي، شو ما كان نوع من الفواكه المتوفر عندك. فيعني هيك بتبوردوا بالصيف وبالشوب بأقل التكاليف وبأسرع وقت وبأقل الخسائر الصحية. وهون عم اسكب ايس كريم الشوكولا، طبعا لساته رخو اكثر من غيره لانه هو كان من الاساس كتركيبي شوي رخو اكثر من الموز او باقي المكونات اللي عملتها. قلت لكم شو السبب، لانه الموز كان شوي ذاب قبل ما استخدمه. بس بنفس الوقت شوفوا على القوام ما احلاه. هذول النوعين كانوا كثير طيبين لانه حلاوة الموز واضحة، فبتحسي حالك عم تاكلي ايس كريم من اهم حلبوزة بالعالم. كثير مهم كمان بوصفة ايس كريم الشوكولا انك تضيفي كاكاو خام ما فيه اي اضافات ثاني. فشوفوا هالمنظر زينتها بقطعة شوكولا دارك وبشوية بندق. وهي مثل ما شايفين ايس كريم الموز، كريمي ناعم ونكهته بتجنن، وبنفس الوقت صحي ومنعش واقتصادي مقارنة بسعر الآيس كريم اللي بنشتريه جاهز من السوق. حبايبي إذا بعدكم مستمرين متابعة الفيديو ومستمتعين فيه فبتمنى ما تنسوا اللايك، حطوه هلق واعطوني رأيكم، حبيتوا هالفكرة، رح تجربوها أو لا. وبتمنى اللي عم بيشوف الفيديو ولسه ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة لحتى تساعدوني أوصل لأكبر عدد من الناس. وأكيد ما رح أنسى رحب بكل مشترك جديد بقناتي. شكرا لكم، شكرا على دعمكم، وبحبكن كثير كثير. شوفوا لي هالمنظر، كمان حطيت قطعة شوكولا وبعض شرحات الموز. منيجي للعشق لأطيب نوع من أنواع الآيس كريم اللي ممكن تعملوها أو تذوقوها بحياتكن. هي أو بالنسبة إلي، يمكن في ناس ما بتحب المانجا، بالنسبة إلي هي ألذ وأطيب آيس كريم. أول شي قوام المانجا ناعم كثير، بيعطي هاي القوام الكريم اللي بدنا إياه، نكهة المانجا بتجنن، والمانجا أصلا حلوة، فيها حلاوة وفيها حموضة ولونها بجنن. يعني انتو تخيلوا كل هالوصفات اللي عملتها ما ضفت ملون، يعني كلها ألوان طبيعية، يعني نكهات بتجنن، ألوان بتجنن، وعم ناكل شي صحي، ضميرنا مرتاح ومبسوطين ومستمتعين بالصيف ومبوردين ومو حارمين حالنا من شي. هون عم اسكب الكيوي، مثل ما لاحظتوا القوام مو كريمي بحت، بس كمان كثير لذيذة ومنعشة. طبعا ببين الفرق من خلال السكب، رح تكتشفوا لحالكن أي آيس كريم فيهن كريمي أكثر، بس بالنتيجة كلهم أحلى من بعضهم وكلهم أطيب من بعضهم. شوفوا لي هالصحن اللي بيتقدم للملوك، ألوان بتجنن. طبعا هون للأسف كانت بلشت تذوب البوظة لأني كنت هون ساكبة كل الأنواع وطايلتهم من الثلاجة، يعني شوي فقدت من القوام اللي بدي إياه، بس كمان بعدها طازجة منعشة. شوفوا الألوان، تركيبة كريمية. يلا تحملوني وأنا عم ذوق، رح ذوق كل الأنواع قدامكن. لاحظوا الموز كيف تركيبتها أحلى من تركيبة كل الأنواع، الفريز التوت، ولا أشهى من هيك آيس كريم. طبعا الآيس كريم له طرق كتير، أنا هون عم قدم لكم وصفة صحية للناس اللي عاملة دايت أو للناس اللي متبعة نظام صحي بحياتها. بينما إذا بدكن آيس كريم على الأصول برجع بعمل فيديو بشارككن بأفكار كثير، بس هاي الفكرة بالذات يعني صحية واقتصادية بنفس الوقت.
وهيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت. رح كمل دوق قدامكن كل الأنواع لحتى تشوفوا القوام، تشوفوا التركيبة، تشوفوا الألوان، ولحتى حرقصكن شوي. بعتذر منكن. شوفوا عن جد هالمنظر بجنن يعني، ولا أطيب من هيك وصفة الصراحة. جربوها وإن شاء الله إنه رح تحبوها ورح تدعولي. ورح حاول بأقرب وقت نزل وصفة أو وصفتين لحلويات العيد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. ينعاد عليكم يا رب بالصحة والسلامة. استنوني بوصفات جديدة. باي باي.